الحق الاعلامي احمد موسى بيقول انه مش هيشجع الاهلي تاني وهيشجع منتخب مصر بس. ليه؟ كل ده عشان خاطر ابو تريكه الجميل ظهر في اعلان النادي الاهلي. رساله الكابتن احمد موسى ولا الاعلامي احمد موسى، احب اقول لك يا الف نهار ابيض، يا احلى خبر، يا الف نهار مبروك. ده انا فرحت اول لما سمعت الخبر ان انت هتبطل تشجعنا. وبعدين يعني انت لما تبطل تشجع الاهلي احنا يعني هنبطل نكسب ولا احنا يعني هنقف عليك؟ وبعدين يعني تعال نشوف ابو تريكه اللي انت متضايق منه ده قدم ايه للاهلي ومنتخب مصر. مين ينسى افريقيا الثلاثه، ومين ينسى هدف ابو تريكه في الصفاقسي؟ انت بقى جاي بتقول انك مش هتشجع الاهلي عشان خاطر ابو تريكه ظهر في الاعلان؟ يا اخي شوف لك بقى حته بقى والدرى فيها، سيبنا احنا مع تريكه وحبنا ليه. وانتوا بقى اكتبوا لي في الكومنتات، بتحبوا ابو تريكه اكتر ولا احمد موسى اكتر؟ الحق الاعلامي احمد موسى بيقول انه مش هيشجع الاهلي تاني وهيشجع منتخب مصر بس. ليه؟ كل ده عشان خاطر ابو تريكه الجميل ظهر في اعلان النادي الاهلي. رساله الكابتن احمد موسى ولا الاعلامي احمد موسى، احب اقول لك يا الف نهار ابيض، يا احلى خبر، يا الف نهار مبروك. ده انا فرحت اول لما سمعت الخبر ان انت هتبطل تشجعنا. وبعدين يعني انت لما تبطل تشجع الاهلي احنا يعني هنبطل نكسب ولا احنا يعني هنقف عليك؟ وبعدين يعني تعال نشوف ابو تريكه اللي انت متضايق منه ده قدم ايه للاهلي ومنتخب مصر. مين ينسى افريقيا الثلاثه، ومين ينسى هدف ابو تريكه في الصفاقسي؟ انت بقى جاي بتقول انك مش هتشجع الاهلي عشان خاطر ابو تريكه ظهر في الاعلان؟ يا اخي شوف لك بقى حته بقى والدرى فيها، سيبنا احنا مع تريكه وحبنا ليه. وانتوا بقى اكتبوا لي في الكومنتات، بتحبوا ابو تريكه اكتر ولا احمد موسى اكتر؟